هل تعلم يا عزيزي الزوج المتغفل ان الشات دوت هو سبب المشاكل بينك وبين مراتك؟ تعال اقول لك ازاي. طبعا حضرتك او حضرتك لما بتحصل لك مشكله مع مراتك او انت بتحصل لك مشكله مع جوزك بتروحي جري على الشات جي بي تي ومشتكيه له، الحقني يا شات ده جوزي عمل وسوى وخلى وزعق واتنط واتشال واتحط. فطبعا يروح الشات عامل ايه؟ يروح الشات مطبطب عليك يقول لك ازاي الراجل الناقص ده يعمل كده؟ انا عايز اقول لك ان في بحث اتعمل في ستانفورد في 50% من الحالات عباره عن طبطبه على اللي حصل. ما بيقولكش ابدا ان انت ممكن تكون غلطان وتصبر وتحتوي والكلام الفارغ اللي انتوا عارفينه بتاع الجوازات الناجحه ده. هو بيفاليديت المشاعر بتاعتك. يعني ايه يا حاتم الكلام ده؟ يعني اي حاجه انت بتحكيها للشات بيقولك صح، انت طبعا معاكي حق، انت ازاي تسكتي على اللي هو عمله ده؟ وطبعا بيجي يقول لك انت طبعا معاك حق تزعل، هي ازاي تفكر ممكن تعمل كده معاك؟ فانا عايز اقول لك ان مش الشات هو اللي ممكن يفسد العلاقات ويطلقها. يعني هو الشات اللي خلاني اتطلق واتشحطط انا وعيالي دلوقتي ومش لاقيين ناكل؟ والله يا مدام ما اعرفش، ممكن تسالي الشات برضه ممكن يساعد. حتى لو سالت الشات نفسه وانت بتفرق بيني وبين مراتي وبتزود نسب الطلاق هيقول لك لا مفيش اي ابحاث بتثبت الكلام ده، بس برضه مفيش ابحاث بتنفيه. يعني ما استعملش الشات خالص؟ طبعا استعمل الشات وخليك ذكي وانت بتستعمله. يعني اعمل ايه بالظبط يا حاتم؟ يعني خلي بالك كويس قوي يا مدام وخلي بالك يا استاذ وانتوا بتنشروا غسيلكم اللي مش نضيف للاي اي. الشات مجرد اداه موجوده في ايدك، ما يعرفش مين شريكه حياتك، ما يعرفش الحاجات اللي انتوا مريتوا بيها في الجواز، ما يعرفش العلاقه اللي ما بينكم ولا عندكم كام عيل. ما تقولوش الحاجات بالتفصيل لمجرد موقف، اديله الفكره كلها عن المدى الطويل. انا غلطت عشان انت تستفيد. سلام.